السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منير التوتي من تونس، عضو الإعداد اللوجستي والتقني للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثانية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة. بالمناسبة نحب نشكر كل الضيوف اللي حضروا اليوم في الحفلة. الحفل كانت رائعة جدا من الناحية التنظيمية والتنسيقية. كل الوفود حضرت باستثناء الوفد الفلسطيني واللي هو ديما حاضر معنا حتى في الغياب نتاعو، ونتمنى أن نشوفه في الدورة القادمة حفل أكثر تنظيم وأكثر روعة وأكثر إتقان وأكثر إخراج وأكثر عمل فيما يخص البرمجة. ننتظركم وننتظر أعمالكم في الدورة القادمة. شكرا. لميس جودة أمين، جمهورية مصر العربية، فائزة بالمركز الأول في الفريق الذهبي، موصول بالحاسب عن طريق كنوز. ما شاء الله الحفلة كانت رائعة جدا، سعيدة بوجودي معاكم هنا في الجمهورية التونسية. أحسن بلد وأحسن ناس وأحسن استقبال. الحفلة كانت أكتر من رائعة. بشكركم جدا، بشكر كل المنظمين وبشكر كل المسؤولين والأليكسو والجمعية التونسية للمبادرات التربوية ووزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية المصرية. كلكم ما شاء الله. الحفل كان أكتر من رائع وأعطانا طاقة إيجابية لاستكمال هذا المشروع في الأعوام المقبلة، وأنا كمنسق بإذن الله هيتم نشر الفكرة أكتر في مدارس أكتر في مصر ومشاركات أكتر بإذن الله. احنا وصلنا على المركز الثاني في الأسبوع الذهبي، وهدفنا إن شاء الله في العام القادم إن احنا بنزود من الأنشطة ونزود من الفرق الذهبية، وبإذن الله هيكون برضو أنا متأكدة إن هيكون عنوانه مفيد للبيئة أو مفيد للمجتمع. زي كان هذا العام كان الذكاء الصناعي وحماية البيئة. انتوا حتى اختيار المواضيع نفسها بيكون ليه هدف، يعني مش بس ان انا بعلم الطلاب في سن مبكرة البرمجة وده شيء هايل، لا انا كمان بعلمهم ازاي يحافظ على البيئة. يعني فكرة مشاريع الاسبوع العربي للبرمجة بشكل عام هي هادفة وليها، يعني مش مجرد مبادرة انا بعملها للطلاب، لا هي ليها أهداف تعليمية وأهداف وجدانية وأهداف سلوكية، وكل الكلام ده كله بيصب في مصلحة الطالب وبيصب في مصلحة العملية التعليمية، وكمان بيشجع المعلمين على الإنجاز أكتر. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله من تقدم لتقدم للأسبوع العربي للبرمجة، ونحقق أكبر من كده أعداد للطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخوة الأعزاء من المربين في كامل أرجاء الوطن العربي. محدثكم أنيس العموري، الكاتب العام للجمعية التونسية للمبادرات التربوية والمشرف على الفعاليات الموازية في الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثانية سنة 2022. سعيد جدا بالتواجد في حفل اختتام هذه الفعاليات. واليوم في مقر الأليكسو حضرت هذه حفل الاختتام الذي كان رائعا جدا، والتقيت بأصدقائي وأخوتي من بعض الدول العربية في حفل بهيج. وشكرا للأخت وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية صاحبة فكرة الأسبوع العربي للبرمجة، ونلتقي إن شاء الله في الدورة الثالثة إن شاء الله في السنة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سليمان العربي الصقار من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائز في جائزة لجنة التحكيم الخاصة. طبعا الأسبوع العربي للبرمجة كانت تجربة جدا جدا جميلة ورائعة. تعرفنا وعززنا العلاقات الاجتماعية صراحة مع العديد من الناس، وتعرفنا أكثر عن ثقافات أخرى وجنسيات من جميع الدول العربية طبعا أو أغلب الدول العربية. اليوم في الحفل الختامي صراحة كان شيء جدا جميل، ولكن للأسف بعض الدول لم تحضر منها فلسطين. كلنا مقدرين ظروفهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.